أنا دلوقتي في طريق الأرض المشروع، مشروع ممتاز جدا. شارع الشيخ زايد مباشرة، أقساط لحد الاستلام خلال سنتين تستلم، وسعر الاستوديو 560,000 درهم. الغرفة وصلت 910,000 درهم، في حاجة كويسة جدا إنك تحقق عائد استثماري فوق ال 8%. يعني الاستوديو في المنطقة دي بيتأجر ب 50,000 درهم دلوقتي، فما بالك بعد سنتين ممكن يتأجر أكتر. الغرفة وصلت بتتأجر ب 75، فبرضه بعد سنتين ممكن الأسعار تزيد شوية، مثلا تزيد 15 20%، فنقدر نوصل مثلا الاستوديو هيكون ب 55 56. وفي نفس الوقت برضه الغرفه وصلت هتكون وصلت لل 80، فبالتالي هتكون بتعمل عائد استثماري حوالي، لو الغرفه وصلت 9%، الاستوديو هيبقى 10 9.5% 10%. فدي حاجه كويسه جدا، يعني المشروع جميل جدا. التفاصيل لما اوصل هناك. يا هلا، انا محمد مصطفى معاكم النهارده في فيديو سريع من منطقه جبل علي، بالخصوص عن مشروع متسلم من المطور عزيزي. زي ما انت شايف ورايا، المطور عزيزي عنده كذا بنايه تانية هيبنيها جنب البنايه دي او على نفس الخط اللي بره دون. وليه انا النهارده بشجعك عشان تستثمر في مشروع عزيزي النهارده اللي جاي في منطقه جبل علي او الداون تاون لجبل علي؟ ان المنطقه دي هي منطقه الحره لجبل علي، او انت في الداون تاون بس جنبيك الاف الشركات اللي موجوده في المنطقه الحره جافزا اللي هي جبل علي فري زون. المنطقه دي واحده من اهم المناطق الصناعيه والتجاريه اللي موجوده في دبي، اللي بتقدم تسهيلات كبيره للشركات عشان خاطر يستثمروا هنا، من ضمنها ان ما بيكونش فيه ضرائب لفتره معينه او يمكن على طول. تاني حاجه مينا جبل علي، اللي هو من اكبر الموانئ العالميه، وتعتبر واحده من شريان النقل البحري اللي موجود في العالم كله والاكثر ازدحاما. المناطق دي فيها كميه شركات صناعه وتجاره وتطوير وبنيه تحتيه. من اشهر الشركات اللي موجوده هنا سابك دي للبتروكيماويات، دي بي وورلد اللي هي موانئ دبي العالميه. والشركات يعني المنطقه هنا فيها اكثر من 130 الف وظيفه قابله للتطوير وقابله للزياده، نظرا ان احنا بنتكلم على دي هي اساس الصناعه والتجاره، هي المحرك الرئيسي للصناعه والتجاره في دبي، والاستيراد والتصدير وعمليه الشحن، زائد كمان المطار المكتوم جاي. عشان بس الجو دلوقتي حر، وعشان الوقت مش هيسعفنا ان احنا نتكلم كتير عن المشروع، بكل بساطه المشروع اللي ورايا ده اسمه اورا من عزيزي. المشروع ده متسلم هنا على شارع الشيخ زايد مباشره، قدامك الناحيه الثانيه جافزا، وجنبيك على طول مينا جبل علي، وبعدين على طول مشاريع الجديده. المشروع دون الايجار فيه الاستوديو فيه 50,000 درهم، الغرفه والصاله بتبدا من 75,000 درهم. المشروع الجديد اللي هينطرح اللي هيتسلم كمان سنتين، ودي ممتازه جدا عشان تعمل عائد استثماري سريع ونمو في راس المال سريع وتبدا تحقق ايجارات بسرعه، هيتسلم كمان سنتين. الاسعار فيه بتبدا من 560,000 درهم، وكمان عندك الغرفه والصاله بتبدا من 910,000 درهم. يعني تقدر تحقق عائد استثماري في الاستوديو حوالي اكتر من 9%، وفي الغرفه والصاله فوق ال 8%. دي فرصه استثمار قويه جدا، بالاخص برضو ان في تطوير للبنيه التحتيه مستمر في منطقه جبل علي، زائد كمان نمو الشركات. انا عايز اقول لك كل الشركات اللي موجوده هنا اكتر من 130,000 وظيفه. ال 130,000 وظيفه لو بصينا كده كل دي مكاتب وشركات، كل دي مكاتب. دي بي وورلد الناحيه الثانيه، جافزا مكتب جافزا الناحيه الثانيه، مينا جبل علي الناحيه الثانيه، ده المترو، ده شارع الشيخ زايد، ده المبنى. في بنايات لسه بتتبني وفي ايجارات موجوده. بس عايز اقول لك ان كميه الشركات والتجاره والصناعه اللي موجوده هنا، الناس اللي موجوده هنا هتشتري، هتعيش بكل بساطه. عندي 130,000 انسان او اكتر وقابلين للزياده. الناس دي هتعيش فين؟ الناس دي اكيد عايزه سكن. الناس دي مش محتاجه ان هي تاخد مع عربيتها وتسافر او تضرب مشوار ربع ساعه وثلث ساعه ونص ساعه عشان تروح. لا، الناس دي بكل بساطه يقدر ان هو بس يطلع من الشركه بتاعته زي كده 5 دقائق مشي او 3 دقائق مشي، يوصل للمبنى بتاعه، سواء المبنى ده او المبنى اللي بعديه. قدامك خط المترو، ولسه في كمان امتداد لخط المترو، فبالتالي فرصه زياده راس المال بتزيد، فرصه الايجارات العاليه موجوده، وانت اوريدي في ايجارات موجوده وتقدر تقارن عليها. يعني مش لسه بتدور على المستقبل ومش المستقبل. انا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. لو مهتم بفرصه زي دي سجل معايا الان وتواصل معايا على الارقام اللي توصل عندك على الشاشه. شكرا.